حضرتك طبعا المشهد ده قصاد التلفزيون بيصطادوا ناس ماشيه في الشارع ويكسحوهم. واقف رجال امن الدوله وواقف مدير امن التلفزيون. وفي المشهد السابق هتفاجئي بانه بتوع هنا بقى ده مشهد خطير جدا. العربيه اللي ماشيه دي حضرتك بتقتل الناس، بعد ما العربيه بتعدي من كل متر بتلاقي ناس ساقطه، ناس واقعه، وفي اسره كامله اتقتلت على الكوبري دوت. والعربيه دي ماشيه تنش رصاص وتضرب رايح جاي. كل ما تعدي العربيه خطوه، ودي عربيه ميكروباص وقفت تلم الناس اللي اصيبوا، والناس عمالين يحطوهم في العربيه. ده حضرتك المراكب اللي عند نهايه كوبري قصر النيل اللي على ناحيه الزمالك. ايوه. لكن واحد من اخطر المشاهد اللي عدت هنا عربيات نقل بتنزل بلطجيه. كان في مشهد بتاع واقعة الجمل، يا ريت يجيبوه تاني، هوريكي حاجه خطيره جدا. يعني انا الحقيقه يعني لحظه صعبه عليا يا استاذ. كلما تذكرت هذا اليوم وكلما تذكرت يعني هذه القسوه والوحشيه في التعامل مع المواطنين، وبنقول لجنه تقصي الحقائق. اعتقد النهارده معانا دليل بالشرايط المسجله من كاميرات وزارة الإعلام ومن فوق ماسبيرو، وواضح فيها مدى عملية الانفلات الأمني الخطيرة وعملية البلطجة الواضحة. يعني مش معقول دخل شفته بيخبط برجله بيكسر، يعني ده واحد داخل التلفزيون عشان يكسر، مش غضب ده يعني. مش اللي كانوا في التحرير. لا 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 خالص. التحرير كانوا واقفين. بعد كده بعد هذه البلطجه الشعب هو اللي حمل بلد. ايوه. طيب هنعمل ايه بالادله دي؟ عاوز اقول لحضرتك اعتقد ان هذه ادله خطيره وهي موجوده مع النيابه دلوقتي. هذا المشهد اللي ورا حضرتك الان اذا كان ظاهر على التلفزيون، أيوه. انا عايز انبهكم مين اللي واقف بيحرس مسيره البغال والجمال والخيل. الحرس الجمهوري. بص كويس، دول الحرس الجمهوري مش الجيش المصري ولا حتى البوليس. الحرس الجمهوري واقف بيعديهم فعلا. ايوه عشان يروحوا التحرير. الحرس الجمهوري ده واخد اذن من مين؟ حرس الرئاسه. بالظبط. ده جزء جوهري، مسؤوليه مبارك ومسؤوليه رئيس الحرس الوطني اللي انا الحرس الجمهوري اللي انا هبلغ ضده خلال الايام القادمه ايضا، لان اول مره هتبلغ ضد الرئاسه. لا انا بلغت خلاص ضد الرئاسه. أيوه. بس انا اول مره اشوف الحرس الجمهوري في المشهد ده. ايوه. فرئيس الحرس الجمهوري اللي بيعدي القتله لقتل الشباب المصري في ميدان التحرير، انا لازم ده يتحاكم. هيتحاكم يعني هيتحاكم. اللي يهمني هنا كل مسؤول ضليع في هذه المؤامرة البشعة على حياة الشعب المصري لابد أن يحاكم. وأتمنى أننا يا أستاذ أمير نرى محاكمات سريعة، وأتمنى أن تكون هناك محاكمات تحظى من الشفافية بمكان. وإحنا امبارح كان بيكلمنا المستشار الخضيري وكان بيطالب بالمحاكمات العلنية، وأنا بضم صوتي ليه، وأعتقد أن إحنا كلنا لازم نطالب بمحاكمات علنيه لهؤلاء وسرعه البت. شوفي حضرتك